سعاد راحت قبل ما تفرح بالنتيجة. قصة طالبة قنا اللي بيتها اتهد عليها. قلوبنا كلنا كانت موجوعة من الخبر اللي نزل النهاردة. خبر نزل زي الصعقة على أهل قرية دندرة في مركز قنا النهاردة الاثنين 16 يونيو 2025. بيت مكون من 3 أدوار اتهد فجأة، ومن تحت الأنقاض طلع خبر يوجع. بنت في تالتة إعداد اتوفت، اسمها سعاد الطليحي محمد قاسم. يا دوب كانت لسه مخلصة امتحانات الشهادة الإعدادية، وكانت بتحلم باللحظة اللي تشوف فيها نتيجتها وتفرح بتعبها وسهر الليالي. كانت بترسم أحلام للمستقبل، يمكن كانت بتحلم تدخل ثانوية عامة أو حتى تطلع من الأوائل. من فينا ما بيحلمش؟ لكن القدر كان ليه رأي تاني وخطف الفرحة منها ومن أهلها قبل ما حتى النتيجة تظهر. ساعات طويلة من الرعب والخوف والترقب عاشها أهل القرية والجيران. الإسعاف والمطافي جريوا على طول على مكان الحادث أول ما عرفوا، وحاولوا بكل قوتهم ينقذوا سعاد من تحت الركام. كل نفس كان بيطلع منهم كان أمل، كل حجر كان بيتشال كان يمكن يكشف عن بصيص نور، لكن القدر غالب. سعاد طلعت خلاص. الروح فرقت الجسد الصغير المتعب من الامتحانات. الجراح كانت أقوى من أنها تستحملها. محافظ قنا بنفسه نزل يتابع الموقف من قلب المكان، يمكن يلحق أي حاجة، يمكن يكون في أمل. لكن المشهد كان حزين، والجثمان الصغير اللي طلع من تحت التراب والحديد كان كفيل يوجع أي قلب. اتعمل محضر باللي حصل، والجهات المسؤولة بدأت تحقق عشان تعرف بالظبط ايه اللي حصل وايه سبب انهيار البيت اللي خطف أرواح بريئة. سعاد ما كانتش مجرد بنت توفت في حادث، سعاد كانت أمل أهلها، كانت فرحة بتستنى تكبر، كانت ضحكة ممكن تنور البيت. الفجعة دي مش بس وجعت أهلها، دي وجعت كل قلوب أهل القرية. كل واحد شاف بنته أو أخوه أو قريبه مكان سعاد، كل واحد حاسس بالوجع اللي ملوش وصف. يا رب ارحم سعاد واجعل مثواها الجنة، وصبر قلب أهلها اللي اتفطر على فراقها. قدر الله وما شاء فعل. كلنا ماشيين في نفس الطريق، لكن وجع الفراق ده بيفكرنا إن كل لحظة في الحياة قصيرة، وإزاي ممكن في لحظة كل حاجة تتغير. ربنا يصبركم يا أهل سعاد ويعوضكم خير، اللهم أمين.